المفروض ان انت كاتبه لي الكومنت ده عشان اتضايق، المفروض برضه ان انت بتحاولي تاذيني وتاذي مشاعري وتحطمي ثقتي في نفسي على الاخر. انا عارفه ان ده هدفك، لان الكلام اللي انت كاتباه ملهوش اي معنى تاني غير كده. بس خلوني اوضح لكم حاجه كده صغيره قوي. انتوا متابعيني من اكتر من 3 سنين، حرفيا ما طلعتش اتكلمت مره واحده على كومنت واحد جالي الا في كومنت التموين اللي انتوا كلكم شفتوا الفيديو بتاعه. انا كان نفسي اوضح ان احنا ما ينفعش نحكم على حد من بره، فطلعت اتكلمت ورديت. هل بقى على مدار ال3 سنين دول او اكتر مفيش كومنت سلبي بيجيلي؟ لا طبعا، قبل ما انام بسهر افضل اقرا وامسح. المفروض ان دي تاني مره انا هرد، فسامحوني ان انا ما قدرتش اتخطاه، وعندي سبب مهم جدا هو اللي مخليني النهارده طالعه اتكلم عن الكومنت ده. وزي ما انت اخترتي ان انت تكتبي لي كومنت على الملأ، فانا كمان اخترت ارد عليكي على الملأ. ربع ثقتها في نفسها يا رب، شعرك ابيض يعني عجوزه واسنان ملخبطه اكتر من حياتي، ربنا يعدل حياتك مبدئيا. تقريبا الشعر الابيض مضحكها اكتر من السنان الملخبطه، فتلاقوا الهها اكتر فوق. شكلك مكعبل الصراحه، ربنا يخليكي. انا لو منك استخبى مش هطلع اعمل فيديوهات يا عسل. معرفش مستحملينك ازاي، انا بشوفك ببقى عايزه افصل النت خالص. خليني بس ارد عليكي وانت عارفه ان انا سايباكي عندي عشان تشوفي الرد. اول حاجه عايزه اقولها لك بدون اي كلام، انا اسفه ليكي وحقك عليا. شوفي انت كاتبه لي ايه وقايله لي ايه، بس انا بقول لك ان انا اسفه ليكي. حقك على راسي من فوق على كل حد قال لك كلمه ضايقتك، فخليتك عندك الطاقه ان انت مش عايزه تعملي حاجه غير ان انت تضايقي اللي حواليك. لدرجه بقى ايه، ان انا اشوف فلان طالع يعمل فيديو مش همه، اشوف فلانه طالعه تعمل فيديو مش هاممها، لا بقى انا هخليه هلفت نظرهم لكل عيب هم ممكن يبقوا مش شايفينه في نفسهم. هسالك سؤال بس محتاجه منك بجد تردي عليه. سؤالي ليكي، انت عارفه كام حد في حياتك وممكن كمان يكون في حياه اي حد حواليكي بيقرا كومنتاتك السلبيه، لان اكيد ده مش ليا انا بس، وبيتاثر؟ عارفه كام حد شعره ابيض وسنه صغير ممكن الكلام بتاعك ده يكون ليه عليه تاثير سلبي جدا؟ طب انت عارفه اني انا بحب نفسي زي ما انا؟ هحكي لك حاجه صغيره قوي حصلت معايا شخصيا، اثرت فيا اكتر من الكومنت اللي انت كاتباه ده. انا مره جات لي رساله كانت من ام بتحكي لي قد ايه كان تاثيري على اولادها مجرد ما اتفرجوا عليا، لانه لقيني ان انا حد سني مش كبير وبيطلع عادي بشعره الابيض، فده جرأهم وخلاهم يحبوا يطلعوا بشعرهم الابيض. ودي رساله من وسط مئات الرسائل اللي بتجيلي بالشكل ده. بيني وبينك كنت بستغرب هي ليه الناس خايفه تطلع بشعرها الابيض، او ليه الناس مكسوفه. لما قريت كومنتك فهمت ليه، فهمت العقليه اللي اكيد موجود منها كتير، فهمت مدى تاثيرها على الناس اللي ممكن كلمه واحده تاثر فيهم. ولكن انا هقول لك حاجه، انا حاسه ان انت محتاجه ان انا اوجه لك رساله اكتر ما محتاجه تضايقيني. ليه بقى؟ يعني انت بعدها مكمله كلام وتقولي شعرك ابيض يعني عجوزه، ده مش هزار، ده مش ضحك. انت ممكن يكون اتهزر عليكي بالطريقه دي، انت ممكن يكون حد جرح مشاعرك بالطريقه دي وضحك، فاضطريتي تضحكي وكتمتي مشاعرك جواكي، بس في نفس الوقت خدتيها في نفسك فجاي تطلعيها عليا انا دلوقتي، فحقك على راسي. تاني حاجه، انت كمان سنان ملخبطه اكتر من حياتي، بصراحه انا معاكي في دي، ولو اني برضو اسلوبك قاسي شويه، بس انا معاكي. سناني فعلا محتاجه تتظبط، ان شاء الله قدام شويه نظبطها. شكلك مكعبل الصراحه، انا مش معاكي في دي بصراحه. عايزه اقول لك حاجه برضو، انت ممكن تقولي لي اي حاجه مضايقاكي بشكل لطيف، بشكل يخليني احب اغير في نفسي من غير ما اكون متضايقه منها. بجد انا بقول الكلام ده ليكم كلكم يا جماعه، بلاش ناذي بعض في الكلام. انا لو منك استخبى مش هطلع من فيديوهاتي عسل. الجمله دي تحزني عليكي، تضايقني عليكي. ليه بقى؟ انت فاكره ان اي حد عنده اي مشكله ما المفروض ما يواجههاش ويهرب ويستخبى؟ ده لو افترضنا ان انت شايفه ان انا كل مشاكل مكعب، هل انت ده الحل بالنسبه لك؟ هل انت بتواجهي مشاكلك في الحياه كده؟ هل انت بتواجهي اي عيب فيكي مش حباه بالطريقه دي بانك تستخبي، بانك ما تحبيش نفسك؟ انا شايفه كلام قدامي واحده ما عندهاش ثقه في نفسها، بدليل انك كاتبالي ربع ثقتها في نفسها. يا رب انا نفسي ربنا يديكي ثقتي كلها يا ست، ان واضح انك بتعاني فعلا من قله الثقه، وده شيء صدقيني ضايقني عليكي مش مني. نصيحتي ليكي بقول لك، لو عندك اي مشكله، لو حاسه باي حاجه مش حباها في نفسك، واجهيها، اتصالحي معاها، حبي نفسك. مش متفقه معايا ما تتفرجيش عليا، مش حباني ما تشوفنيش، اقلبي، بس ما تطلعيش تحاولي تضايقيني لمجرد ان انت مش حابه اللي بقدمه. انت على فكره ما اتكلمتيش في الكومنت على اي حاجه انا بعملها، ما اتكلمتيش على اي فيديو، ما انتقدتيش حتى اسلوبي ولا ادائي ولا اي حاجه. انت كل اللي انت بتحاولي تعمليه انك تهزي ثقتي في نفسك. موضوع بقى مستحملينك ازاي ده، ان انت بقى بتشوفيني بتبقى عايزه تفصلي النت. انا كنت اتمنى تفصلي النت، وبتمنى ان اي حاجه ما تعجبكيش ما تعلقيش عليها، لان لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. انا ممكن تلاقي حد بيحبني جدا وقاعد جنبه يعني شخص مش بيحب يتفرج عليا، ده العادي. انا متفهمه جدا ان انت عايزه تفصلي النت، بس بالتالي افصليه عندك انت بس، ان انت عندك مشكله. لان انا لو متضايقه من حد وجالي هعمل سكرول كده واتفرج على اي حاجه ثانيه، مش هحاول اضايقه. معنى اني احاول اضايقه انه شاغلني اللي بتفرج عليه، ان انا مركزه معاه، كل ما يجي لي بتفرج ما بفصلش النت. الموضوع بقى هم مستحمليني ازاي، انا مش هينفع ارد عليكي فيه، انا هسيبهم هم يرد عليكي ويقولوا لك الطريقه عشان حتى تعملي زيهم وتستحمليه. ولكن يا جماعه نرجع ونشكرها برده انها قالت لي يا عسل، وده اللي انا استفدته من رسالتك كلها على فكره، ان في وسط الكلام ده كله في كلمه حلوه، وده اللي انا دايما بحاول اعمله مع نفسي. الحياه بتبقى فيها مطبات مش عايزه اقول لك، بس انا دايما بحاول على قد ما اقدر اخد الحلو اللي يهمني، اللي ياثر فيا بالايجاب مش بالسلب. فاهم حاجه؟